تقصف الشعر 16 نوع، أسبابهم 6. ال16 نوع دول منهم اللي بيتعالج ومنهم اللي علاجه القص. ال6 أسباب اللي بيعملوا ال16 نوع هنقولهم واحدة واحدة. أول سبب المية. يعني إيه المية؟ المية اللي المعادن فيها كتيرة، لأن تكسير الشعر وتغيير شكل الشعر بيجي من المعادن اللي في المية، ودي دايما بتبقى أكتر في المناطق الساحلية. عشان كده بنقول للناس اللي في المناطق الساحلية بعد ما تغسل شعرك أو بعد ما تغسلي شعرك يبقى معاكي شوية مية من الفلتر أو مية معدنية، يستحسن مية من الفلتر، وتشطفي بيهم راسك. ليه؟ عشان المية دي بتشيل المعادن الزيادة اللي موجودة في الشعر، فبكده تبقي هديتي فكرة تقصف الشعر اللي بيجي عن طريق الغسيل الغلط. تاني سبب لتقصف الشعر الكيميكالز، وهنا هنقول بقى ايه كام حاجة صغيرة. الكيميكالز هنا يعني الماسكات اللي بتتعمل زي ماسك الكافيار، ماسك الكولاجين، وماسك البروتين. التلاتة واحد. يعني ايه التلاتة واحد؟ هنرجع لورا شوية. التلاتة دول اللي كان أول ما طلع الترند بتاع البيرمننت اللي هو كان قبليه على طول فرد الشعر. في الآخر كده من الآخر كل الحاجات دي عبارة عن فرد للشعر. ابتدت بالبيرمننت وبعد كده دخلنا على فكرة البروتين. لما خلصت والناس عرفت انه فرد طلعوا بفكرة الكولاجين، وبعد كده انتهت دلوقتي بفكرة الكافيار. كلهم بلا استثناء بوتاس، كلهم بلا استثناء فرد للشعر. علشان الناس تغير شكل الشعر بتتجه للماسكات، في ناس للأسف مصدقة ان هي فعلا في حاجة اسمها ماسك كافيار، ومصدقة ان في حاجة اسمها ماسك كولاجين. الحاجات دي ما بتتعملش ماسك على الشعر، الحاجات دي بتتعمل لفروة الراس، وهنتكلم عليها في فيديو تاني. تالت سبب من الأسباب عمايل الشعر الكتير اللي هو الكوافير، يعني السخونة الزايدة، سواء كانت بيبيليس أو سواء كان سشوار. عشان كده بنقول إن في منتجات كتيرة، في برودكتس كتيرة في السوق وظيفتها الحماية من حاجتين: السخونة وأشعة الشمس. السخونة كل منتج بيبقى عليه درجة الحرارة بتاعته. يعني إيه؟ يعني بيبقى اسمه هيت بروتكتنت، وبيبقى مكتوب عليه كمان بيستحمل درجة حرارة قد إيه. هنقول إن هم معظمهم قريبين لبعض، بس المهم إن إحنا نستخدمهم قبل الحرارة وقبل التعرض للشمس. رابع سبب الصبغة. الصبغة أنواع، لأن في صبغة لحظية وفي صبغة للتوقيت. لمعظم الناس بتستخدمها دلوقتي هي الصبغة اللي بتاخد وقت في الشعر. لازم تبقوا عارفين إن الصبغات بتتحدد في سعرها عن طريق الغسلات. يعني إيه؟ يعني مفيش صبغة موجودة في السوق في المطلق بتصبغ الشعر، لا، كل صبغة وكل نوع بيروح اللون بتاعه عن طريق غسيل الشعر. عشان كده دايما تلاقوا الناس بعد ما بتصبغ تقولك لا ده أنا محتاجة أروح أصبغ عشان الجذور طلعت. هسألك سؤال واحد بس، هي الجذور لو بتطلع بسرعة كده تفتكري شعرك هيفضل بنفس الطول ما بيزيدش؟ ازاي؟ الفكرة ان اللي بيعمل الصبغة ما بيتقلش الصبغة على الجذور، علشان لو تقل الصبغة من الجذور الشعرية هتطلع وهو بيغسل الصبغة. عشان كده بنقول ان الصبغة بعدد الغسلات، فاللون بيروح تدريجي كل ما بتغسلي الشعر. فبلاش كتر الصبغة الكتير، لانه مش بس بيقصف الشعر، ده ممكن يشيل الشعرية من جدرها. خامس حاجة العوامل الخارجية زي أشعة الشمس، التلوث، والتراب. عشان كده بنقول إن مش كل المنتجات ينفع تتحط على الشعر ونخرج، لأن في منتجات للأسف لما بتستخدم على الشعر وبنخرج بيها هي منتجات عشان تلم تراب الشارع. عشان كده بنقول إن مش كل المنتجات ينفع تتحط على الشعر ونطلع بيها بره. سادس حاجة التسريح الزيادة. هنا أنا أقدر أقول لكم حاجة بسيطة جدا، التسريح مهم عشان بيزود الدورة الدموية في فروة الراس، بس التسريح الزايد غلط، لأن التسريح الزايد بيجي معاه شد للشعر، وده نوع من أنواع الصلع هبقول لكم عليه. انت بقى عندك كام سبب من ال6 وعندك كام نوع من ال16؟